السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. في هذا الفيديو سنتحدث عن مستجدات المحترفين المغاربة وتألقهم في مباريات اليوم الأحد، أبرزهم حكيمي وأوناحي وحاريث، بالإضافة إلى أمين عدلي والقائمة تطول. نبدأ على بركة الله بأشرف حكيمي وتألقه اليوم مع فريقه باريس سان جيرمان ضد زميله في المنتخب عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا. قدم حكيمي مباراة أقل ما يقال عنها أنها مثالية، بحيث تمكن من تسجيل ركلة حرة صاروخية أعطى بها التقدم لصالح فريقه، ولم يتوقف الأمر هنا، فساهم المغربي في الهدف الثاني بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ردها الحارس، وأكملها زميله كولومواني في المرمى، ليخرج بعد ذلك في الدقيقة 82 لينتصر باريس 4-0، متحصلا على تنقيط 8.1 نمر إلى عزالدين أوناحي. لم يقدم الشيء الكثير. المباراة كانت صعبة. لعب 45 دقيقة، لمس الكرة 25 مرة، وقام بمراوغتين موفقتين، وتحصل على تنقيط 6.4. بالنسبة لأمين حريث دخل بديلا لأوناحي وقدم مباراة متوسطة، وتحصل على تنقيط 6.6. بالنسبة لأمين عدلي فتألق اليوم مع بايرن ليفركوزن، وتمكن من تسجيل هدف رائع بعد أن رفع الكرة على الحارس لوب بطريقة احترافية. هذا ويعتبر المغربي أمين عدلي ركيزة أساسية في تشكيل بايرن ليفركوزن.